يعني 2026 داخله مروقه عليا من اول السنه صوتي ما بيطلعش. فده اول فيديو متسجل في 2026، ويا رب صوتي يكمل معايا. جايبه معاكي كام حاجه سخنه عشان لو صوتي هرب مني يحاول يشتغل، يعني جيبوا حاجه تشربوها. الفيديو ده مش اكتر. يعني موضوع النهارده عن اختفاء الرحله لصالح اللوغاريتمات. زي ما انتم شايفين الموضوع مكتوب ومتضاف له كل الحاجات اللي ممكن تيجي في بالي. بص يا سيدي، زمان كان علشان نروح نشتغل، يعني انا مش هقول زمان قوي قوي، يعني ايام ما كان انت كنت شغال في ورشه مين، ورشه الحاج فلان ومش عارفه مين وكلام من ده، الموضوع اتطور شويه فبقى يتعمل حاجه اسمها السي في. فكره السي في ان انت مش بتحط انت درست ايه بس والكلام ده، انت بتحط كل حاجه ليها علاقه بالشغل من اللي انت درسته، بمعنى دراستك، الدرجه العلميه اللي انت عليها، الكورسات اللي خدتها، اللغات اللي بتعرفها، وكل سابقه اعمالك. بمعنى مثلا انت اشتغلت سكرتير في شركه سياحه وفنادق، اشتغلت في شركه تانية مثلا بتاعه حاصلات زراعيه، اشتغلت مش عارفه مين، بتكتبه. انت مهندس اشتغلت في مشاريع واحد اتنين تلاته اربعه، بتكتبه. طبعا مهندس هيبقى حجم الاعمال بتاعك واضح، اللي هو مثلا يعني انا صبيت قد كذا متر مكعب خرسانه، مش عارفه شديت عملت كذا، المشروع كذا، موجود المبنى، يقدر يتشاف. في جميع الاحوال اسامي الشركات اللي انت اشتغلت فيها بيبقى مكتوب، وارقام تليفوناتهم، يعني ليك ريفرنس. وكل شركه انت بتكتبها بتبقى انت اوريدي بعد ما خلصت الموضوع بتاخد جواب اسمه لمن يهمه الامر في تقييمهم لادائك. فكمان يعني لو الناس مش عايزين يرفعوا سماعه التليفون ويتصلوا بالشركه دي، فهم معاهم الجواب اللي انت خدته من الشركه لمن يهمه الامر، اللي هو الاكنوليدج او ريكومنديشن للشركه اللي انت هتشتغل فيها بعدين. فكان بيبقى لك رحله، بيبقى لك تاريخ. التاريخ ده جايبك مثلا من اول ما بدات الاول. انا هتكلم على الهندسه شويه علشان انا بفهم فيها اكتر بحكم المهنه. من اول ما انت كنت مهندس مبتدئ تحت ايد مهندسين لغايه لما بقيت مدير للقسم او مش عارفه كذا، تاريخك كله موجود، رحلتك موجود. النهارده السي في بيتحط فيه جزء من السي في القديم بقينا بنسميه الرزمي، وبقى بيتحط فيه الجزء الخاص بالدراسه، اللغات، المهارات، السوفت سكيلز والهارد سكيلز. هارد سكيلز اللي هي الكورسات والحاجات اللي انت بتعرف تعملها، السوفت سكيلز اللي هي ادائك، بتعرف تتعامل ازاي، مش عارفه قدرتك، الريزيلينس بتاعك، الجريت، يعني الحاجات دي. وبدور السوفت سكيلز يلا هي بتاعت 25 حاجه كده. المهم بقى في حاجه بتتعمل اسمها البورتفوليو، والبورتفوليو ده ايا ما كان شغلك، يعني لو انت سكرتيره او انت السكرتاريه محتاج ان انت تحط بورتفوليو. ايه البورتفوليو ده بقى؟ حضرتك محتاج تقول للشركه اللي انت هتشتغلها ان انت بسبب شغلك سكرتاريه في الشركه الاولانيه كسبتهم كام مليون، او زودت ارباحهم بنسبه كذا. طب ايه يا جماعه؟ يعني ايه؟ يعني انا لوحدي زودت ارباحهم بنسبه كذا، انا قمت بدوري، لكن زياده ارباحهم بتيم ورك واداره ومسؤولين اعلى مني. هو حتى لو كنت مهندس انت هتزود ارباح الشركه بتاعتك ازاي؟ المفروض ان دورك انك بتنفذ المشروع طبقا للمواصفات وكود الدوله اللي انت فيها، الكود المهني، وطبقا لقوانين الدوله، وملتزم بالعقود، وبنفذ في الوقت، لان احنا بيبقى عندنا حاجه اسمها بلان. لكن زياده ارباح الشركه، انا مش شغال في الماركتنج وخطه الماركتنج مش بتاعتي، انا تكنيكال، دوري ان اقوم بدوري. وبعدين في حاجه تانية كمان في البورتفوليو، وخصوصا بقى لو انت بتعمل حاجه مثلا ايه فنيه، بترسم، بتشتغل في الجرافيك، حتى لو انت ويب ديفلوبر بتشتغل في تصميم الويبس او يو اي يو اكس، ايا ما كان الشغلانه بتاعتك، ان البورتفوليو بتاعك دايما بتجدده. شيل القديم وحط احسن حاجه عندك. يعني الحته دي مش فاهماها قوي. ليه مش فاهماها قوي؟ هو القديم اللي كان نص نص وكان لسه في البدايات ده هو اللي وصلني للي انا فيه، بس ده ما يمنعش ان انا من القديم للي انا فيه النهارده هو تطوري، وانا بقى ده هاخده من نطاق الرسم. يعني انا لما ببص لاول لوحاتي للوحات اللي انا فيها النهارده، ده تاريخ رحله بيبان. يعني بيبان الفرق ما بين ان انا مثلا اسلوبي اتغير بس في مؤشرات بتدل على تغير الاسلوب بتاع الرسم او اللوحه، وما بين ان حد حاطط على لوحه غير مش بتاعته، شافف من بنترست. بتبان لما ببص لوحي اول ما بدات ان انا اخد الموضوع بجديه بقى وارسم لوح والكلام ده، وببص لوحي اللي انا بقولها النهارده، في ترابط في الموضوع. البراش ستروكس او الكومبوزيشن شبه قريب من بعضه، في تطور اكيد، احنا بنتطور، لكن في رحله بتقول لك ان البني ادم ده وصل لكده عشان كان كده. يعني في خطوه ورا خطوه. فكره ان البورتفوليو بتتعمل قايمه بلغه النجارين، او بيتظبط على مقاس الشغلانه اللي انت عايزها وعلى مقاس الشركه وطلبها. والريزومي برضو بيتعمل كده، الريزومي برضو بيتغير حسب انت الشركه عايز ايه، فانت تغير المصطلح اللي انت بتسمي بيه المسمى الوظيفي بتاعك عشان يتلائم مع الشغلانه اللي انت هتقدم عليها. احنا بنشتغل لصالح اللوغاريتمات، لصالح الاي تي اس اللي ما بتفهمش غير مصطلحات معينه لازم هنحطها. بس الموضوع ده بيلغي التاريخ، لان احنا بشر، احنا قايمين على فكره ان كل واحد ليه تاريخه الشخصي. ما بتكلمش على تاريخ الدول، انا بتكلم على تاريخك انت الشخصي، من نقطه الف للنقطه ب انت وصلت ازاي. فانا لما اديك النهايه بس، طب وده ايه؟ طب انت تتاكد ازاي ان انا حاطاه في البورتفوليو والاي تي اس عدته وقبلته حقيقي بتاعي، مش مجرد ان انا بضحك عليه مفيش ريفرنس. وطبعا احنا النهارده دلوقتي حتى لما بيقول لك قدم خدمات اونلاين فور فري، الناس بتكسل وهي واخده شغل منك وممكن تكون هلاكتك وجوده استعباديه
عباد اساسا، يعني بيهلكوك شغل وبعدين في الاخر يعني انت عملت ايه؟ والريكومنديشن ليتر او الاكنولجمنت اللي هو الفيديو الدقيقه او الدقيقتين او الجواب اللي يتكتب وعليه البادج بتاع الشركه، بيكسلوا يديهولك او ما بيرضوش. فانت ما عندكش كمان ريفرنس، فانت هتقول انا عملت للشركه دي كذا. طب الشركه اللي انت بتشتغل فيها فور فري كمتطوع عشان تبني سي في او تبني بورتفوليو، ازاي هتمنشن ليها؟ ازاي هتقول الشركه دي عشان انا عملت الشغل ده وانا عملته كفولunteer انا زودت ارباحها كذا وكذا وكذا وكذا؟ مش موجود. وفكره ان انت عشان تقدم على كل شغلانه عمال بتظبط الريزومي وبتظبط البورتفوليو، كل شغلانه هتقدم عليها، ده شغل فوق شغل. ومش كل الناس عندها الامكانيه انها تشتغل فريلانسر، لان الفريلانسر زي اي حد بيفتح محل، انت المفروض يكون معاك مينيمم اللي يقدر يعيشك لغايه لما محلك يقف على رجله، لغايه لما الفريلانسر يقف على رجله. وطبعا مش محتاجه اقول لك ان انت مش هتشتغل فريلانسر براني. عشان تشتغل على اي موقع عشان تتسوق، اول حاجه بتطلب منك ملف ضريبي. فانت لو ما عندكش مدخرات سابقه او ما عندكش حاجه تسمح لك ان انت تعيش تاكل وتشرب، انا مش بتكلم ان انت تعيش هتتفسح، انا بتكلم ان انت جاي على نفسك بتاكل الضروري ومقضي نفسك باللي عندك، هتستحمل ازاي تعمل ملف ضريبي وما عندكش مصدر رزق؟ فانت لازم تشتغل عند الناس. هي بقت البيضه ولا الفرخه او الفرخه ولا البيضه، بقى الموضوع يعني محدش فاهم حاجه. لو حد فاهم حاجه يقول لي. انا عامله الفيديو ده ارغي واحاول افهم هو احنا كده صعبناها ولا سهلناها؟ لان كل الناس بتتكلم انت اي حد ممكن يبقى انتربرينور. انتربرينور مش بتعتمد على المهارات اللي عندك بس، بتعتمد على علاقاتك، بتعتمد على ملاءتك الماليه. ما هو لغايه لما تقف على رجلك لازم يكون معاك عيش، ولا هتموت علشان تبقى انتربرينور؟ يعني انا مش فاهمه حاجه. من الاخر يعني. يلا الفيديو ملوش لازمه. يلا سلام.